مرحبا، مساء الخير. معكم محمد يسر من قناة الشرق العربي. إعلان هام. اليوم أعلن الأستاذ عبد الرزاق حج محمد عن تشكيل كتلة وطنية تضم مجموعة واسعة من أطياف الشعب السوري، ممثل بكل طوائفه وأعراقه وألوانه. هاي الكتلة الوطنية خلال الأيام القادمة إن شاء الله تنزل المبادئ تبع الكتلة الوطنية، ولن يعلن عن أسماء حسب ما قال الأستاذ عبد الرزاق حج محمد. هي أفكار أكثر منها أشخاص. سوف يعلن عن مبادئ الكتلة الوطنية، وعلى ما قال الأستاذ إنه الأبواب مفتوحة لكل الناس اللي تؤمن بهذه المبادئ. وهذه الكتلة الوطنية حسب الناطق الرسمي الأستاذ عبد الرزاق حج محمد تحظى بدعم عربي ودولي، وهذه الكتلة الوطنية سوف تأخذ وتقود سوريا إلى مرحلة انتقالية من أجل إعداد دستور وأخذ سوريا إلى الانتخابات. وهذه الفترة الانتقالية لن يكون موجود فيها بشار الأسد قطعاً، ولا كل واحد تلطخت ايديه بدماء الشعب السوري، او كل واحد دعم هذا النظام الدكتاتوري او دعم الارهاب او تلوثت ايديه بدماء الناس، اموال الناس، وهذا امر قطعي. نحن بننتظر ان شاء الله تصدر مبادئ تبع الكتلة الوطنية، وبعدين ممكن بعد فترة يعلنوا عن اسماء الكتلة الوطنية. تحياتنا لكل الذين يعملون من أجل سوريا ومستقبل سوريا، وإن شاء الله إلى الأمام. وحسب ما قال الأستاذ عبد الرزاق حج محمد إنه عام 2023 عام المفاجآت. وسألناه شلون عام المفاجآت؟ قال إن شاء الله مفاجآت سعيدة، مفاجآت سعيدة للشعب السوري. نسأل الله التوفيق والسداد لكل من يعمل من أجل سوريا. تحياتي. كان معكم محمد يسر من قناة الشرق العربي.